من هو علي حيدر كايتان الذي أعلن حزب العمال الكردستاني PKK وفاته بعد 7 أعوام؟ علي حيدر كايتان المعروف أيضا باسم الحركي فؤاد ديرسم ولد في ديرسم عام 52. التقى عبد الله أوجلان وتعرف عليه أثناء دراسته للعلوم السياسية في جامعة أنقرة. عام 72 حصل تقارب شديد بينهما، فكان يقيمان في نفس المنزل حيث تأسست المجموعة الأولى والتأسيسية لPKK. عرف كايتان بأسلوبه الخطاب القوي وروحه الشاعرية. عام 75 اصطحب كايتان فتاة سمراء من ديرسم إلى مجموعة PKK، كان يعشقها ومغرما بها وأرادها بالقرب منه. كانت هذه الفتاة هي كسيرة يلدرم التي عرفت فيما بعد باسم فاطمة داخل أطر PKK. كان أوجلان يعلم جيدا أن كايتان يحب كاسيرة ومغرم بها، لكنه رغم هذا طلب الزواج منها، مما أجبرها على الزواج من أوجلان. استاء كايتان وحنق كثيرا من ناحية خسارته لفاطمة، لكنه من ناحية أخرى وجد نفسه مضطرا للتحضير والاستعداد لزواجهما. بعد ذلك أصبح علي حيدر كايتان مترددا متذبذبا ذو وجهين على الدوام داخل PKK، فمن ناحية كان يتحرك وفق أوامر وتعليمات أوجلان، ومن ناحية أخرى كان يحمل في قلبه غيظا وحقدا كبيرين تجاه أوجلان، لكنه لم يجرؤ أبدا على الكشف عن شخصيته الحقيقية. لذلك أصبح سيفا مسلطا في يد أوجلان، متى ما أراد واضطر استخدمه لتصفية أقرانه ومحيطه. في أوائل سبعينيات القرن الماضي هاجم كايتان على تنظيمات ديرسم الأخرى باسم حركة الأبوتشيين. خون كايتان حركات وتنظيمات مثل أيدن ليك أي طريق الحرية، كما وأغتيل وقتل العشرات من ثوار ديرسم على يدي كايتان وتلطخت بدمائهم. المرة الثانية أصبح كايتان سيف أوجلان في لبنان واللولان. غضب كايتان واستاء من مواقف أوجلان الهادفة إلى أن يجعل من نفسه الرجل الأول في حزب العمال الكردستاني PKK، فأراد الانشقاق من الحزب، لكنه لم يستطع فعل ذلك، فاستسلم لأوجلان مرة أخرى، وأصبح هذه المرة أيضا سيف أوجلان المسلط على رقاب المخالفين والمعارضين. فمن ناحية كان أوجلان يحفز كايتان على محاربة خصومه ومعارضيه، كما لعب دورا فاعلا وبارزا في عمليات التصفية والقتل التي ارتكبت في مخيم لولان وسهل البقاء. في الوقت نفسه، ولأن كايتان كان ديرسميا وعلويا، فقد جعل PKK اغتيال وقتل كوادر ديرسم مقبولا لدى الناس ومشروعا من خلال علي حيدر كايتان. فأشخاص أمثال شاتين كونغور سمير وآيتن أوزدمير والدكتور باران أي مسلم دورغون وعيسى أي أورهان الباي وكمال زاب أي حيدر الباسلان، عندما قتلوا برر كايتان قتلهم وشرعه، بل وصل خيانة كايتان ونقضه الوفاء تجاه رفاقه إلى درجة أنه عندما كانت الفتاة التي تزوجها عام 78 أي جميلة مريد باسمها الحركي سحر تتعرض لصنوف التعذيب على يد PKK، كان كايتان يجلس بجانبها دون إبداء أي موقف، فلم يكن خائنا تجاه رفاقه فحسب، بل كان أيضا عديم الوفاء والرحمة، عديم الضمير تجاه أطفاله أيضا، لدرجة أنه ألقى بطفله الرضيع في النار فقط ليثبت نفسه لأوجلان. نعم، حرق كايتان طفله الرضيع. على الرغم من عموم هذه الممارسات لم يكن أوجلان راضيا عنه أبدا. طرد من عضوية PKK عام 88، توجه إلى ألمانيا وسجن هناك. بعد إطلاق سراحه قال له أوجلان بأنه سيمنحه فرصة أخرى لإثبات نفسه، وذلك في عام 95، وأرسله إلى زاب ووظفه أوجلان لمحاربة ومهاجمة إنجازات إقليم كردستان وتنفيذ غزة 15 آب الثانية بصفته قائدا، وكان مسؤولا عن مهاجمة 35 نقطة لبيشمركة كردستان في ليلة واحدة. وبتعليمات من كايتان نفذت هجمات على قرية سيدا في الركان و9 قرى في ولاجيري، وتحت مسؤوليته تم حرق قرى تيلي، شينجار، باب سيفا، داود كاواسيلكي. لكن هذه الجرائم والممارسات لم تكن كافية من أجل أن يثبت كايتان نفسه لأوجلان أيضا، فكان ينظر إليه على أنه شخص فاشل مهزوم وتمت إدانته ومحاكمته. بعدها لم يشغل كايتان منصب المسؤول الأول لأي منصب هام داخل العمال الكردستاني على الإطلاق، كانت له مهمة واحدة فقط، ألا وهي تزيين أقوال وعبارات أوجلان
بأسلوب الخطاب القوي وجعل هذه الأفكار والأقوال محل قبول لدى الناس. فكان تائها لدرجة أنه قال ذات مرة قبل أن نتعرف على القيد أبو: كنت مثل لقيط تم رميه أمام باب مسجد. كان فاقدا للشخصية عديم المبادئ لا رفاق درب له، لدرجة أنه قال: أريد أن أكون كلبا مسعورا أمام باب بككة. أفعاله القاتمة الشريرة وممارساته الخبيثة هذه أخافت من حوله، وحالت دون أن يصبح يوما ما شخصا محبوبا قط، بل كان الجميع يتجنبونه ويحمون أنفسهم منه، لأنه لم يكن معلوما من سيهاجم ومتى وأين. هذا الوجه المظلم القاتم، الموت والتعذيب، الخيانة وعدم الوفاء، أحدث زلزالا هائلا في نفسيته وشخصيته. بعد عام 14 بدأت نهايته. في عام 18 كان يهذي ويهلوس، ووفقا لرفاقه كان يقبع في كهف بجبل جارا كشخص شبه سجين. كان يتذكر رفاقه الذين قتلوا على يديه، فكان يسب ويشتم نفسه. ساءت حالته النفسية يوما بعد يوم. أصدر جميل باي قرار قتله، ونفذ القرار تحت مسؤولية مراد قريلان. أخفى باكيكا نبأ اغتياله ومقتله طيلة 7 أعوام، وبعد دعوة وجلاء في 27 شباط، وعندما كان من الضروري إسكات الناس مجددا، كشف النقاب عن وفاته وتم الإعلان عنه. واليوم تتم الدعاية لكايتان وكأنه شخصية متكاملة. يقولون إن كايتان كان كدرويش وبير، لكنهم لا يكشفون النقاب عن سبب موته وكيفية قتله. اختصار قصة كايتان وأنه كيف تمكن شاعر أن يتحول لقاتل لا يرحم، وكيف قتل بلا رحمة. كان كايتان شريكا ورائدا للرفاق دربه. يجب محاكمة باكيكا في شخص علي حيدر كايتان، كما يجب محاكمة كايتان في شخص باكيكا.